السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اتكلم على شيكابالا. طول عمري اقول حد محترم، حد جميل، لعيب كان يعني فلتة من فلتات الكرة المصرية. شيكابالا بصراحة طول عمري بحب شيكابالا وبقدر شيكابالا. ولو مفيش حتة التعصب، انت كجمهور يعني مفيش حتة تعصب، وانت كاهلاوي ما بتحبش شيكابالا وبتاع، عشان الراجل بيعرف يجيب في الاهلي جون وجوانه حلوه ولاعيب فلته ومهاري وكده. هو هتاخد الموضوع ببساطه. شيكابالا لعيب، دي ما فيهاش مشاكل. شيكابالا حد لعيب جميل، لعيب بتحب لو انت بتاع كوره تحب الكوره تروح لشيكابالا وتتفرج على مهاره شيكابالا. لو عاوز تعلم ابنك الكوره تمام، ده بخلاف كابتن محمود خطيب وطاهر ابو زيد والنجوم الكبيره دي. احنا بنتكلم دلوقتي على شيكابالا. شيكابالا لعيب زي ما قلنا، تحب الكره تيجي في رجله. وشفنا راقي بيقعد في الاستوديو، مفيش اهلي مفيش زمالك، بيتكلم الراجل بيقول لك الزمالك ركز في مباراه البيراميدز والاهلي ونسي نفسه. هو ده على لسان شيكابالا بيقول لك الزمالك. طب انت عملت ايه مع الاهلي؟ انت نسيت ان ده الاهلي برضو. ما زال الكلام على لسان شيكابالا. انت ما عملتش حساب للاهلي، نسيت. انت فكرت ان الاهلي اتغلب 3، هي يلا بينا بقى نروح نكسب الاهلي 3. مفيش الكلام دوت. الاهلي يمرض ولا يموت. تمام. احنا بنشوف الاهلي بيبقى مكسر الدنيا. يعني بنتكلم ان مباريات الاهلي والزمالك ليها معايير مختلفه، والدنيا كلها عارفه بكده، وحضراتكم قدنا 100 مره. ليها معايير تانية خالص. الاهلي بقى جاي مكسر الدنيا ودايس الفرقه كلها، وممكن يجي في مباراه القمه قدام الزمالك ويخسر. والزمالك برضه مكسر الدنيا وهو فارق عن الاهلي 5، واي فرقه بيقابلها بيكسبها، وكسب بيراميدز اللي هي كسبت الاهلي تمام، ويجي قدام الاهلي بيخسر. فمباريات القمه يا جماعه المفروض يبقى يتقال في اوضه اللبس الكلام ده لجماهير الزمالك، سوري لعيبه الزمالك، ان يا ابني ده الاهلي، ده الغريم التقليدي زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا وكده. هو ده المنافس بتاعنا الصح، ده المنافس بتاعنا الابدي. تمام. الاهلي يعني الناس كانت تقول لك انا ما بامنش الاهلي غير لما الاتوبيس الاهلي يروح. طول ما الاهلي في الاستاد ممكن يجوا من اوضه اللبس يحطوا جون لعيبه الاهلي، فمعروف قيمه الاهلي. تمام. والكلام على مازال على لسان شيكابالا. تمام. انت نسيت ان ده الاهلي. الاهلي اتغلب 3 من بيراميدز، انا بقى كزمالك ايه بقى احط رجل على رجل واروح اكسب الاهلي 3؟ مفيش الكلام دوت. فين مردودك في الملعب؟ مفيش. وبتكلم عن الناس اللي هي بتتكلم على حسام عبد المجيد. يا جماعه عيب بقى الشغل الرخيص ده بقى، عيب اللي انتوا بتحكوا فيه ده. الناس موضوع منتشر قوي، قالوا حسام عبد المجيد مش عارف ايه غطى الاوفسايد، حسام عبد المجيد ضيع البلانتي، حسام عبد المجيد اصل بيتكلموا معاه في الاهلي، حسام عبد المجيد مش عارف فوت. يا النبي ده كلام يرضي ربنا. هو اصلا اللعيب لما الاهلي بيروح يجيبه من الزمالك او من اي نادي او بيجيبه عشان ايه؟ عشان لعيب عالي، على لعيب محترم، على لعيب قيمه، مش لعيب بيفوت ولعيب بيعمل ولعيب بيسوي. يا جماعه انا شايف ان دي يعني زي انا بعتبرها اعراض ناس انتوا بتخوضوا فيها. ازاي لعيب زي حسام عبد المجيد يروح يطالب؟ طب ما هو تريزيجيه ضيع. انتوا بتحكوا فيا يا جماعه. مواضيع بتنتشر كده، تحس ان واحد بياخد الفيديو من واحد يطلع على الثاني، على محتوى على الثاني على الثالث، تبقى قصه وحدوته، ومصر كلها تفضل تتكلم في كلام هبل في الجبل بصراحه. يعني ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ حسام عبد المجيد ايه ضيع وما ضيعش ايه؟ طب ضيع واحده، ضيع بلان. طب ما هو تريزيجيه ضيع قصاده. تمام. طب الاهلي هو كسب 1؟ لا. طب كسب 2؟ لا. طب كسب 3؟ يعني الاهلي مش جون وخلصت، ده بالثلاثه فايز على الزمالك. يا جماعه دي اعراض ناس يا جماعه. وبشكر تاني وتالت مره برضو جمهور الزمالك. شوف بيحيي جماهير، بيحيي لعيبته بعد ما اتغلبت من النادي الاهلي. تمام. وبيسندهم وبيدعمهم، عكس النادي الجماهير الاهلي لما اتغلبوا من بيراميدز. انا بتخيل ان الاهلي مثلا خسر من بيراميدز، كان هيبقى ايه رد فعل جماهير الاهلي؟ امال ايه بقى اغنيتك بقى على الحلوه وعلى المره معاه؟ مش فاهم انا. مع فرقتك في الحلوه في الوحشه يا جماعه. وموسم عدى وراح لحاله. كابتن الخطيب او الناس المسؤوله هترجع تمام تظبط الفرقه تاني.
وسمعنا ما اعرفش ده حقيقه ولا لا، اللي بيقول لك الاهلي هيلعب في افريقيا تاني، ما اعرفش بصراحه. فهو حقيقه، واحد بيقول لي حقيقه اهو، فمش عارف صراحه. فعلى الحلوه وعلى المره يا جماعه، جماهير الاهلي مع فرقتك، مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. صباح الفل عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كوره مع ناصر الغر، وتهدى على فرقتك، وعلى الحلوه والمره مع فرقتك. وهارد لك نادي الزمالك. وكنت معترض على تغيير عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ممكن كان في الشوط الثاني لو استمر كان هيصنع الفارق. وده بن شرقي اللي بنحكي عليه، وده امام اللي بنتكلم عليه. ودي اللعيبه اللي كنا زعلانين منها انها ما بتأديش واتدفع فيها فلوس كتير. نتمنى الموسم القادم للنادي الاهلي نشوفه على منصه البطولات والتتويج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكوره مع نصر الله.